ازيك يا توتشي؟ قولي لي ازيك يا كوتش؟ ازيك يا كوتش، عامله ايه؟ ازيك يا توتشي؟ عامله ايه؟ عم السوا يكون فيها اسرار، ما بقولش الاسرار. اسرار ايه حضرتك؟ احنا اسرارنا كلها ده راحت عننا. الناس عرفت كل اسرارنا. بالظبط. لا، احلامي ما كانتش كبيره، يعني انا مثلا ما رحتش شهر عسل. الشقه دي كانت بلاط قديم يا اسراء ايوه ومكسر فاكره بتاع فاكره ستك، فاكره فاكراه؟ كنت راضيه فاكره. ومبسوطه جدا بالشقه. والفستان الفرح اللي رحت استلفته، كنت غيرت القرار ده ورحت اجرت فستان فرح. ايه اكتر حاجه صعبه واجهتيها في اول سنه جواز؟ اكتر حاجه صعبه ما ينفعش اقولها. في اول سنه جواز كانت عامله ازاي بالنسبه لك يا ماما؟ اول خناقه بينك وبين بابا كانت على ايه؟ لو يعني تحبي تحكي ولا؟ لا، قبل جوزته كانت تقول لي ايه؟ طب اما خلاص. اتجوز والله العظيم ما هاجي هنا تاني. انتي بتيجي تنوريني يا توتي، حبيبتي حبيبتي. يلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. فيديو النهارده فيديو مهم جدا جدا لكل البنات المخطوبه او اللي داخله على جواز او حتى اللي اتجوزت بس لسه في اول الجواز. ماما ان شاء الله هتديكم نصايح كويسه قوي قوي من خبرتها المميزه في الحياه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بكل حبايبي اللي عارفيني. احب اعرف نفسي للضيوف الجداد اللي بيتفرجوا عليا في قناة اسراء قعدة بنات مع اسراء. انا مامة اسراء، صاحبة قناة كوباية شاي معسومة. اسراء النهارده عاملالي اسئله مفاجاه، يعني انا معرفش بصراحه هي تسالني ايه، بس احنا هنتكلم في العموم عن نصايح سنه اولى جواز للبنات الصغيره اللي في الجامعه واللي داخلين على جواز. وتعالوا نشوف بقى الاسئله اللي اسراء محضرها لنا. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا توتشي؟ قولي لي ازيك يا كوتش؟ ازيك يا كوتش، عامله ايه؟ ازيك يا توتشي؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ منوره منوره شقة قناتي. ماما الصغننة المحندقة. الشقة الحر دي. يلا هنبدا بقى باول اسئله نسالها لماما. طيب يلا بينا، بس هو يكون فيها أسرار، ما بقولش الأسرار. اسرار ايه حضرتك؟ احنا اسرارنا كلها ده راحت عننا. الناس عرفت كل أسرارنا. بالظبط. يلا. يلا هنبدا اول سؤال. اول جواز اول سنه جواز كانت عامله ازاي بالنسبه لك يا ماما؟ أو اول سنه جواز كانت عامله ازاي بالنسبه لك؟ أول سنة جواز بصراحة كانت حلوة جدا. واو. بصراحة يعني أنا في بداية حياتي كنت حابة قوي حياتي. هو انا جيت في اول سنه جواز. جيتي يعني أنا اتجوزت 99، جيتي سنة 2000، جيتي في أول سنة جواز. امم فانا كنت حابه البيت قوي وحابه الحكايه، عارفه كنت حاسه بقى ان الجواز ده ايه، عروسه إن انا بقى جديده. عندي شقه ومعايا المفتاح بتاع الشقه ومتجوزه عارفه دي حلاوه البدايه. اه وبلبس براحتي وكده، حاسه بقى ان انا بقى بقيت مدام بقى. امم في اول سنه طبعا انتي بسم الله ما شاء الله اما جيتي الحياه بقت اجمل كمان. امم ومي جت برضو بعديكي على طول. الفرق بينكم 2000 سنتين. 2002 سنتين. فالحياه في بداياتها بالنسبه لي انا كانت حلوه جدا. كانت حلوه. قوي. طب انت كنت متخيله اول سنه جواز حاجه تانية قبل بقى ما تتجوزي؟ يعني لا متخيله بقى حياه لا، يعني احلامي راسمه لا في احلامي دماغك؟ ما كانتش كبيره، يعني انا مثلا ما رحتش شهر عسل. هو رحت يوم فايد، ابوكي وداني مع اخواته يا يوم لهوي. ما فايد. رحتيش لوحدك؟ لا، يا عيني. كان مع عمتي والشله طب الجميله دي. حضرتك ما هو. فيعني ما طلعتش شهر عسل، ما كنتش راسمه خيال. حتى عارفه انا بفتكر ايه دلوقتي؟ اما جيت اتجوزت في الشقه دي، ابوكي جه وراها، مم. كنت راضيه جدا ومبسوطه، يعني ما كنتش بقى بنت ناصحه وقلت لا انا عايزه اقعد في عماره جديده الشقه دي كانت بلاط قديم يا اسراء ايوه ومكسر فاكره بتاع فاكره ستك، فاكره فاكراه؟ كنت راضيه فاكره. ومبسوطه جدا بالشقه. فانا لا يعني. تقريبا زمان كان كل الناس. لا مش زمان، انا برضو على ايامي البنات كانت بتتشرط وتقول لك لا اقعد في عماره واسانسير وشقه واسعه وحاجات كده. يعني كان زمان كان صعب قوي مثلا ان واحد يبقى معاه شقه لا بتاعته عادي، تمليك. امال الناس كانوا الشباب كانوا والرجاله بيتجوزوا ازاي؟ يعني ماشي ما. لا مش زمان، اصل انا مش متجوزه بقالي 65 سنه يا اسراء، ده كلهم 25 سنه. دي كل ما يعني انت اكلمك. قديمه، انت حاسه انت كل قديمه ما من اكلمك زمان؟ تقولي متجوزه بقالك 25، انا عندي 25 سنه. طيب، يعني انت حاسه ان انت قدمتي بقى خلاص بقيتي ده قديمه بقى ومولوده من زمان؟ تقولي لسه صغيره. ايوه.
ماشي، هنسأل سؤال تاني. اكتر لحظة حسيتي فيها انك سعيدة ومطمنة، ولا ما عداش عليكي يوم ده؟ اكتر لحظه حسيت ان انا سعيده ومطمنة مع الراجل يعني ما سؤال اديله فوق دماغه خليه. سؤال صعب لا لا، كنت سعيده بيكوا، يعني اكتر حاجه بالنسبه لي كانت مسببه لي سعاده اسراء ومي. الله بيطمر فيكوا حاجه. احطها دي؟ اه عادي. لا مش هحطها. مننا وعلينا دول، كل اللي بيتفرجوا عليا دول اصحابي وحبايبي. حطوا لايك، اوعوا تنسوا حطوا لايك. طيب لو رجع بيكي الزمن لأول سنة جواز كنت هتعملي ايه؟ كنت هتغيري حاجة في حياتك ولا؟ آه انا مش عارفة لو رجع بيا الزمن ولا. يعني ممكن كنت قلت مش هعيش في الشقه دي، اخد شقه ايجار بره. ايوه ما كنتش حاجة عايش هنا كويسة. لانه بيت عيله وكده، والواحد بس ما كانش بقى متخيل. انا ما كانش عندي الخبره، ولا حد قال لي ان البيت ده بيت عيله او. فممكن كنت غيرت القرار ده، ان انا ما اقعدش في بيت عيله او بيت قديم. والفستان الفرح اللي رحت استلفته، كنت غيرت القرار ده ورحت اجرت فستان فرح. ده قصه قال عشان اوفر له. او تشتري زمان برضه فستان ما كانتش غالية يعني. طب ما معلش علينا. معلش ما علينا. معلش حصل خير. تقلبش عليا المواجع. ايه اكتر حاجة صعبة واجهتيها في اول سنة جواز؟ اكتر حاجة صعبة ما ينفعش اقولها. في اول سنة، واول سنة حصل فيها حاجات صعبة. اكتشفت بقى حاجات بقى اه ومحتاجات. ماشي. انا بقى حسيت يعني انتي حسيتيني ان انا جاهزة للجواز. متهيألي ان انا كنت طول الوقت مجهزاكوا للحياة وللجواز وبديكوا نصايح. لا انتي كنت مجهزاه ان انا. الجهاز ولا لا التجهيز؟ يعني ان انا اقدر افتح. اه مهيئة لها بقى ان انا اقدر افتح بيت ابقى مسؤولة. كنت متخيلة ان انا هبقى فعلا قد اه المسؤولية جدا جدا جدا. لا انت غلطانة. لا لا، انت غلطانة. انت بسم الله ما شاء الله عليك، ما انت فاتحة البيت زي الفل اهو، ومالية بيتك طب خير. ايه اول نصيحة قلتها لي قبل جوازي ولسه شايفاها مهمة؟ ان اسرار بيتك ما تطلعش بره. صح، مش انا قلت ايوه لك صح. كده برضه قبل الجواز؟ مشاكلك كلها تحليها بينك وبينه، تعرفش حد عنك حاجة، وتعملي حساب للزمن. اه لا مهم يا جماعة ان انتوا تعملوا حساب للزمن. لو اي لما انت بتشوفيني متضايقة او بزعل في اول سنة جواز كنت بتفتكري نفسك زمان؟ يعني هل انت زمان برضو اكيد كان بيعدي عليكي وقت زعل، وقت بتبقي متضايقة فيه؟ بفتكر نفسي زمان من ناحية حاجة، ان بعد الشر عليكي من النكد ومن الزعل، انا بدعمك وبقف في ظهرك شاطرة. وبحسسك ان انا بيت ماما مفتوح، وانا في ظهرك وانا معاكي، وممكن البس هدومي في ثانيه واجيلك. كل الحاجات دي ما كانتش بتحصل معايا يعني. أيوة. اه. طيب سؤال حلو. ايه اكتر غلطة شايفة البنات بتوع اليومين دول بيقعوا فيها؟ قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ بيقعوا فيها في اول سنة جواز. مع اول مشكله بيفكروا في الانفصال على طول. دي مشكله كبيره قوي قوي قوي. بس احيانا بتبقى قرار صح لبعض الناس لا لا يعني. طبعا، لا طبعا. لبعض الناس. بعض الحالات انه مثلا، ما الحالات دي ايه؟ ان الزوج يكون عنيف بيضرب ويمد ايده، اه ده ما خاين. ينفعش. خاين، بتاع بيكذب. ستات، عواقلي ما بيشتغلش. اه آه كان مخبي حاجه قبل الجواز وكشفت بعد الجواز، دي حاجات صعبه قوي. ايوه رغم كل ده، يعني احنا ممكن ندي فرصه واحده. لو ما اتغيرتش، والله بقى حافظ على الحياه وتغير، بقى انسان تاني، اهلا وسهلا. ما بقاش، مع السلامه. صح. لكن لو انسان كويس امين بيحبك، طبيعي هيبقى فيه مشاكل، طبيعي. في مشاكل يعني الواحدة تقدر تتحملها وفي واحدة تانية لأ. المشاكل اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن ايه؟ سوء تفاهم. طالما ما بيمدش ايده عليكي، لا ما طالما هي في يعني. طالما في العموم حنين، يعني طالما في مثلا العموم. واحد وواحدة مش متفاهمين، كل ما يتكلموا مع بعض بيتخانقوا. ده طبيعي يحصل اول سنه.
انت ليه مش مصدقه انه ده طبيعي؟ هي البنوته دي لو انفصلت وراحت تتجوز واحد تاني هيحصل كده برضه اول سنه جواز وتاني سنه جواز، لان ده طبيعي. ده الطبيعي، مش حاجه بتحصل معاكي انت بس. احنا بنولف على بعض، الموضوع محتاج صبر، وفتح البيوت مش بالساهل. بس شاطر. ايه اكتر غلطة الرجالة بيعملوها اول سنة جواز؟ الغلطه اللي الرجاله بيعملوها حاجات كتير. قله الخبره برضو عند الراجل بتوديه في مشاكل، يعني بتخلق في البيت مشاكل. قله الخبره، انه يكون معشم مراته بحياه، ده بعد الجواز هوديكي واجيبك واعمل لك و... اعمل لها البحر، اعمل لها الدنيا جنة بعد الجواز، وبعد وبعدين كده تيجي الست تلاقي مفيش. تتصدم او محدش قال لك عشمها. انه ممكن ينقل اسرار البيت او اي خناقات لمامته او للي او حواليه لاصحابه. او دي لاصحابه. مشكلة برضه. دي مشكله. آه، ان هو ما يحتويش الست وقت زعلها برضه. ما هو شايفة ان دي برضو، غلطة. ما هو المشكله قله يعني خبره. لما الواحدة بتبقى متعصبة المفروض هو الراجل ما هو كمان، هو كمان خبرته في الحياه. يمتص. ما هو عامل زيك برضو، انت خبرتك قليله. مش هل انا خبرتي دلوقتي زي خبرتي اول ما اتجوزت؟ ابدا. هو كمان خبرته، انتوا الاتنين بتتعلموا. هو كمان برضو، ما هو جاي لو هو راجل مؤدب بتاع مش بتاع بنات، ما كانش كده هوت، هي برضو خبرته برضو بسيطه. فاحنا بنفضل نخبط في بعض خبط بسيط. يعني بعد الشر مفيش خيانه زوجيه، ما مسكنيش ضربني، ما يعني حاجات، في حاجات صعبه. تقيلة، ايوه، في مشاكل تقيلة. بعد الشر يعني، ربنا يبعد عننا. امم هل الجواز فعلا بيكشف الناس على حقيقتهم؟ ايوه جدا. لا، مش بيكشف الناس على حقيقتهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاطط ضوابط: من ترضون دينه فزوجوه. يعني راجل عنده دين، لو اساسه الدين فده هيتقي الله. لو اساسه الدين هيتقي الله. طيب، ده كله مش اصل بيبان في وقت الخطوبة حبيبي. ماشي، ما هو في حاجه، ما احنا برضو هنرجع نقول هيكشف على حقيقته دي. في اول سنة جواز. ثواني، هيكشف على حقيقته دي تبان ان هيكشف ده بلوى، يعني حاجه فظيعه ان هو كان مسجون واكتشف. لا، طباع. ان هو بيضرب مثلا. بيمد ايده، ماشي. اه انا معاكي ما هي دي لا، مش برضه حاجة اتكشف على كبيرة. حقيقته. لكن نقول ايه؟ طباعه بدأت تبان، طباعه الحقيقيه، مش انكشف على حقيقته. في فرق بين المعنيين. طباعه الحقيقيه. انت كمان، ما هي الزوجه برضو في ستات صعبه قوي. ايوه واحنا طبعا. ليه ناسيين؟ واحنا ليه دايما حاطين الراجل تحت المنظار؟ طب ما هو برضو في ست معاه. انت برضو مليانه عيوب. بس كان قلت ده. لا، بقول لا انا. كل الناس مليانة عيوب. يبقى بالظبط، يبقى انا كمان في عيوب، هو كمان في عيوب. بس وزي ما عيوب هو بيشيلني في بس حاجات عيوب الست بتبقى اللي هي ايه، عصبيه. العصبيه دي مثلا هي العصبيه. بتبقى عصبية، او مثلا في ستات نكدية، بس لكن في ستات اتش مستهونه بان في ست نكديه مستهونه. ده النكد ده وحش قوي. ماشي وست عصبيه اتش مستهونه ما نكدية دي برضه في ايد الراجل، ان هو قادر ان هو ما يخليهاش نكدية، يخليها مبسوطة طول الوقت. طب وانت المفروض تعملي له ايه، تقدمي له ايه؟ هو المفروض بقى ما يخليكيش نكديه، ياخدك يفسحك يحتويكي يسمعك. طب انت بقى المفروض تعملي ايه؟ المفروض تعملي ايه؟ يعني بواجباتي، ده واجباته هو ان هو يخرجني ويفسحني. طب ما انت واجباتك برضو انت تبسطيه. اما تضايقيه تروحي تصالحيه. اما تغلطي فيه تقولي انا اسفه. ماشي. ما طلعش اسرار الحاجة بيتي بره، ما طلعش اسراره بره، نحافظ على بعض. ندي فرص لبعض. اما لما يبقى لكم 50 25 سنه 26 سنه زينا تعملوا ايه؟ ان شاء الله على خير. يا لو ده الحياه طحنتنا يا بنتي. الحياه لا، طحنتنا. طحنتنا احنا كمان والله يا ماما، طحنتنا في اول سنة جواز عادي. مفيش حد كامل ابدا. عمرك ما هتلاقي الشخص الكامل مكامل الا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ماشي. اول قولي عليه خناقة الصلاه والسلام. على افضل الصلاة والسلام. اول خناقة بينك وبين بابا كانت على ايه؟ لو يعني تحبي تحكي ولا؟ والله ما فاكره يا اسراء، يمكن عشان كان بينزل على القهوه كتير، وانا بقى كنت بغير عليه، كنت بحبه، واقعد اقول له والله العظيم ما انت نازل، واقفل الباب بالمفتاح. بتخبي المفتاح، صح؟ ايام. طيب،
لو بنتك اللي هو انا يعني اه سألتك اهم 3 نصايح لأول سنة جواز، هتقولي ايه اللي هم يقدروا يمشوا بيت مستقر؟ 3 نصايح. انت قلتي اول حاجة ما تطلعيش اسراركم انتوا الاتنين بره، بعدين تانية. تطولوا بالكم قوي على بعض. يعني اول سنه برضو انت بتعرفي عيوبه وهو بيعرف عيوبك، وبتعرفي كمان مميزاته وهو بيعرف مميزاتك. لو حسيتي المميزات دي اقدر ابني عليها حياه، اقدر اتغاضى عن شويه حاجات عشان هو كمان هيتغاضى عن شويه حاجات، ناخد عهد ان احنا هنكمل مع بعض وهنتحمل بعض وهنعدي لبعض ونكون امناء على بعض. الحب على فكرة هو اللي بيعمل كده، انت لو لسه بتحبي الشخص ده هتعديه. الحب، افهمي دي معلومه جديده بقولها لك، الحب شعور مؤقت يا اسراء. بس لا، ربنا سبحانه وتعالى قال البيوت ما بتقومش على الحب، بتقول على المودة والرحمة. ليه؟ لأن المودة والرحمة دايمين أكتر من الحب بس الموضة والرحمة دي وأقوى مش في من أول سنة الحب. جواز، يعني بحس إن الحب هو اللي طاغي في أول سنة جواز. أنا بقول لك الحب أساسا شعور مؤقت. أيوه ها؟ الحب نفسه شعور مؤقت. الحياة بقى والروتين واللي احنا بنصحى مع بعض محتاج مودة ورحمة. المودة أقوى من الحب. المودة دي فيها حب ورحمة ونخاف على المودة دي، مليانة مش حاجات كتيرة قوي. صدقيني البيوت بتقوم على المودة مش على الحب. أيوه أنا عارفة. الحب ده بس شيء جميل، مفيش مانع ان انا احب ويبقى في مودة ورحمة. ايوه قولي، انا مش شوية. السؤال اللي جاي ايه؟ انت بتحسي ان البنات بتوع دلوقتي واخدة فكرة غلط عن الجواز؟ اه طبعا. معظم اه الناس. طبعا واخدين بقى الحياة قبل الجواز زي بعد الجواز، واحنا بقى هنخرج ونقعد بقى نضرب بعض بالمخدات ونعمل كده بالدقيق بقى بالدقيق كده ونبهدل الشقة الحياة يا جماعة الحياة صعبة وتقيلة، محتاجة. بتفرم. اه طبعا، بس بتخرج شخصية اصلا. بس بتخرج شخصية بتكسر جوه كتير قوي عشان ما هي دي تخرجي اختبار، ما الشخصية هي دي كده. اختبارات الحياة. الحياة عموما صعبة اه قبل طبعا. الجواز بعد الجواز، الحياة عموما طبعا صعبة. طبعا طبعا اختبار. ايه اكتر حاجة بتبوظ اول سنة جواز في رأيك؟ انا هقولك مم. آه ان هما مش بيعدوا لبعض. مم. مش بيقفوا لبعض على الواحدة. بالظبط. مش ايه، مش بيسامحوا لبعض، يعني خلاص ماشي عادي 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 عادي. انتي ممكن تعملي كده عادي 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 ولا؟ احيانا لو امور بسيطة عادي عادي، لكن لو كده خلاص بقى بتعب لا نفسيا. لا لا، ما هي الست يا اسراء اما بتتقمص قمصتها رخمة. صعب اسبوع بقى واربع ايام وخمس ايام ما برضو يعني الواحد يقول لي واللي عليه. عارفة بقى بعد طب انت من وجهة نظرك ب... اكتر حاجة بعد الخبرة الطويلة المشكلة تحصل يا عم امشي تعيشي حياتك بس خلاص و... بقى. وينزل تحت ويطلع، احنا الاتنين بنتكلم وبنهزر ما مع انت بعض خلاص الموضوع بقى اللي انتهى. هو بتبقي خلاص بقى فاهمة، زي ما بتقولك ساعتها بقى الحب بيبقى خلص ويبدأ بقى المودة والرحمة. ده المودة والرحمة دي أقوى من الحب. هو ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول كده. أيوة. فهو عارف المودة والرحمة، المودة والرحمة هي اللي فاتحة بيوت، خلي بالك. ماشي بس يعني بعد كام سنة اما يجي يتخانق بقى ويا عم تعملي كده تبقي خلاص اللي هو فاهمة مبقاش فارق لك الشخص ده قوي لا عن لا 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 لا، الأول. بالعكس بالعكس، يعني لا عن الأول لا، لا الشخص لا بيبقى فارق بالعكس. معاكي قوي، لا بعد كام سنة بقى خلاص بقى لا يعني. بالعكس يا إسراء، لا خالص. الشخص ده بعد كام سنة لو في ناس اختلفنا وانا رحت غضبت عند اهلي شهرين ثلاثة، تحسي انت مش مبسوطة، عايزة ارجع بيتي، عايزة ارجع اعيش مع الراجل ده ونعدي لبعض طب انت ايه في رأيك اكتر حاجة بتبوظ اول سنة جواز؟ انا قلت ان هو ايه، ان احنا مش بنعدي لبعض وكده. ان الزوج والزوجة يطلعوا الاسرار بره ويدخلوا الاهل، المواضيع بتكبر طبعا. والنفوس بتشيل. بس برضو انا مع حتة ان في مواضيع فكرة بتبقى كبيرة لازم الاهل تتدخل فيها. الكبيرة اللي من وجهة نظرك اللي هي ايه؟ زي ايه الكبيرة الفظيعة؟ ايوه يعني لا انا شايفه بصراحه اي خناقه بين زوجين بتبقى كبيره. يعني اي حد بيتخانق مع التاني الاتنين بيبقوا
شايلين في قلبهم غل لبعض، لو قعدوا مع بعض هيولعوا نار. لازم حد ياخد الطرف ده لا لا يكلمه لا لا لا، يهديه، عشان لما يوصل يمتص غضب هو ده. الجميل في الموضوع بقى لو الزوج يفهم ايه، اما احنا اتنين نتخانق كل واحد ياخد اوضه، مفيش شخص يضغط على شخص ان تعالى نتصالح دلوقتي، لا، بالظبط. سيبني 3 4 ايام اما اروق وانت تهدى وبعدين نقعد نتكلم. المهم في الموضوع ان احنا نصفي اول باول، مش يلا نصطلح وانا جوايا كلام. لا انا شايفه برضو ان دخول الاهل احيانا بيبقى مهم. اما يبقى المشكله كبيره بقى يعني، لكن يعني احنا لو قعدنا على مشكله بين اتنين في اول جواز وقعدنا نتكلم هنلاقيها هايفه وتافهه، بيتخانقوا على عبط. الاتنين في سوء تفاهم بينهم، هي فهمت غلط هو فهم غلط والموضوع هبل. ايوه. بس هم عشان قله الخبره، كل سنه خبرتك، يعني انت بعد اول سنه جوازي اسراء هتلاقيكي مش انت اول اللي جوزتي، بعد اول طفل هتتمسكي بالحياه اكتر، كل سنه بيبقى لها حساباتها. هل فعلا اول سنه جواز بتبقى اصعب سنه، طبعا. ولا الناس هي اللي مكبره بقى ومطلعه لا اشياء على؟ انا بقول اول 5 سنين، انا بقول اصعب اول 5 سنين بجد. لا لا ما تقوليش كده بجد اول 5 سنين لغايه ما العيل يخش المدرسه. يبقى الاتنين اتهدوا خلاص مش قادرين اه يفهموا تاني. اه، هي اديته فوق دماغه وهو اداه فوق دماغه، خلاص بقى دروخوا بقى، يلا بقى نربي العيال بقى. طيب احنا هنختم الفيديو بسؤال، بتحبي توجهي كلمة لمين اكتر، للبنات للبنات ولا للرجالة اكتر، وليه؟ والله للاتنين يطولوا بالهم على بعض. خلي بالك الحياة الزوجية والجواز مش وحش، لكن العقلية الشاب وعقلية البنت هما اللي بيمسخوا. لما الراجل ما يبقاش مسؤول ايوه. وينقل أسرار البيت بره، دي أكتر حاجة بتوجع الست، إنه يطلع مشاكلهم بره، إنه يروح لأهله والمامته يقول لها دي قالت وقالت وقالت وقالت. وانه برضه ما يكونش فاهمها، ما برضه بتبقى صعبة قوي. او وبرضه في انه يكون عكس شخصيتها، او هي تكتشف بعد الجواز ان مش دي الشخصية بتاعت الخطوبة. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ ما احنا لازم، احنا لو اتنين شكل بعض بالظبط هنتضايق، احنا الاتنين المفروض بنكمل، هو مش لازم يبقى نسخة مني يا إسراء، احنا بنكمل بعض. بنكمل بعض. انا مش مجنونة شخصيات. هو عاقل، انا مسرفة هو مدبر، انا متسرعة لا، ده جميل قوي. بصي في اساسيات، بس في حاجات بتبقى لازم تبقى شبه بعض. في اساسيات في الحياة لو موجودة استحمل وعدي. ليه؟ لانك لو دقتي طباع تانية غير دي هتقولي ده انا كنت عايشة في جنة، وتندمي بعد فوات الاوان، او البنت تندم ان هي فرطت في فرطت في الراجل ده. وده بيحصل كتير جدا جدا، الواحده بتبقى فاكره يلا اتطلق واتجوز واحد تاني، ايه المشكله؟ التاني هيطلع فيه عيوب، بس يا عالم التاني ده ممكن يطلع كويس قوي وهايل وجميل، بس بختك يا ابو بخيت، ايوه انت ايوه. وحظك ومحدش كامل. يا عالم التاني بقى عيوبه هتبقى ايه؟ يمكن الاولاني كان بيتقي الله، كان يعني بيراعي ربنا في النظره. تخيلي تبقى قاعده جنب راجل وتلاقيه بيعاكس واحده تانية، او تمسكي تليفون وتلاقيه بيكلم ستات ولا واحنا بنسمع كتير قوي، او بيشرب مخدرات او بلاء. ده دول بيبانوا دول اكيد. والله ولا والله بيبان ولا حاجه بيبانوا. خالص، والله ولا بيبان ولا حاجه خالص. الحياه صدقيني، مش عايزه اقول المشاكل عمرها ما كانت حلوه ولا حد بيحب المشاكل، بس بعيدا عن المشاكل الكبيره قوي 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 اللي ما تتجواش، انا بخرج من المشاكل الصغيره دي بنقرب لبعض اكتر. اكيد. المشاكل الصغيره دي بتديني خبره اكتر. برضه في مشاكل بتبعد الزوجين عن بعض. طبعا طبعا. في مشاكل بتقرب، بتفهمي حاجه انت ما كنتش فاهماها. بالظبط. بس في مشاكل تاني بتخلي الزوجين يبعدوا عن بعض، طبعا يتجنبوا بعض بقى. انا خلاص طبعا انا مش هقرب منك عشان ايه المشاكل. طبعا طبعا. وربنا بس يصلح حال البنات كلها، ربنا يصلح حال البنات كلها. انت مش عايزه تقولي حاجه في نهايه الفيديو؟ مش عايزه انا تقولي عايزه حاجه؟ اقول الحياه صعبه. لا مش صعبه ولا حاجه، ده الحياه لا يا ماما، جميله، الحياه صعبه. ده الحياه جميله، الحياه القعده عند ماما جميله. جميله. خليكوا قاعدين عند ماما. تعالوا افكركم ها قبل الجواز.
لا قبل جوزته كانت تقول لي ايه؟ طب اما خلاص. اتجوز والله العظيم ما هاجي هنا تاني، مش هتشوفي وشي تاني. طب على فكره انا اكتشفت ان في بنات كتير قوي بتقول نفس الكلام بجد. بجد يعني ده كل البنات تقريبا بتقول الكلام ده، مفيش بنت ما قالتوش. ما عنديش اي مشكله، كل البنات بتقوله، بس كنت ساعتها متخيله بقى ان انا مش هاجي لكم البيت ده تاني، مش عايزه اشوفكم. النهارده لما بتيجي عند ماما مش عايزه تمشي. عرفتوا بقى ان بيت ماما بقى هو اه الحضن والحب لا اللي هو والدلع. ايه، اكل ومرأة قلة صنعة بجد يعني. معنى الكلمة. انتي بتيجي تنوريني يا توتي، حبيبتي حبيبتي. يلا ننام في الاسم يلا معايا. يلا يا توتي، قولي لي يلا. ايه يا يلا يا كوتي؟ كوتي. بكده نكون خلصنا معاكم فيديو النهارده، ان شاء الله تكونوا استفدتوا جدا من الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. هستنى منكم لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا في التعليقات رأيكم عن الفيديو، ولو في اي اسئلة عايزين تسألوا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي باي. مع السلامة.